طيب حبايبي الحلوين طلاب تانية ثانوي، المفروض ان احنا هنعمل ريفيجن على ليكتشر 2، بس مفيش ما يمنع نراجع معاها 1. ويبقى احنا في هذا الفيديو قلنا كل ما يخص ليكتشر 1 وليكتشر 2 في منهج الترم الثاني اللي نقدر نقول عليهم شابتر 1 كامل. شابتر 1 كامل. طيب في شابتر 1 درسنا مع بعض حاجة اسمها وورك، وعرفنا يا ولاد ان الورك هو العمل اللي تم انجازه. يعني ايه عمل تم انجازه؟ يعني انا عندي صندوق في اوضتي، دخل عليا والدي قال لي بعد اذنك روق الاوضه. بدل ما الصندوق ده في النص، شغل نفسك شويه، خلي فيه ورك ضم وحرك الصندوق. فانا رحت زقيت الصندوق كده في فورس، لما زقيت الصندوق مشي ديسبليسمنت معينه، فنقول ان كده في ورك ضم. واضح ان الورك هو ناتج وجود فورس بتزق الصندوق او بتزق الاوبجكت وتحركه ديسبليسمنت معينه. من هنا جه قانون الورك اللي بيقول ان الورك بيساوي فورس في ديسبليسمنت، ورحنا احنا ضايفين ومزودين كوزين سيتا. سيتا دي هي الانجل اللي بين الفورس والديسبليسمنت، وعرفنا ان سيتا دي يا ولاد اتضافت عشان نعرف قد ايه من الفورس بيزقني في اتجاه الديسبليسمنت. وما تقلقش هي مش هتأثر في حاجة، يعني على سبيل المثال هنا سيتا بزيرو لأن الفورس والديسبليسمنت مع بعض مفيش انجل ما بينهم. فلو جيت تجيب الورك قلت لي فورس في ديسبليسمنت في كوزين سيتا اللي هو في كوزين زيرو، انت عارف على الآلة الحاسبة كوزين الزيرو بكام؟ ب1. فأكنك بتعمل الفورس في الديسبليسمنت في 1، أو أكنك بتقول لي إن الفورس كلها بتزقني في اتجاه الديسبليسمنت. طيب لو جينا اتكلمنا على اليونت، بما اننا كتبنا القانون، فالورك بيقاس بالجول والديسبليسمنت بالنيوتن، سوري انا اسف، والفورس بالنيوتن والديسبليسمنت بالمتر، يبقى جول بتساوي نيوتن دوت متر. الحلوه الجميله دي بقى، الحلوه الجميله دي، الحلوه الجميله دي، الحلوه الجميله دي اللي عليها الكلام كله. الفورس يا ولاد بيجي عليها كذا تركايه لازم تاخد بالك منهم. اول حاجه قانون الفورس اللي خدناه في اولى سنه، في تانية سنه والترم الاول سوري، بيقول ان الفورس بتساوي ماس في اكسلريشن. فانا ممكن ما ادكش الفورس واديك الماس والاكسلريشن وانت تقول لي الفورس بتساوي ماس في اكسلريشن. تاني حاجه لو حضرتك شايل حاجه الفورس بتساوي ماس في جرافيتي، والجرافيتي دي كانت رقم ثابت 9.8 approximately equal 10. هفهمك دلوقتي. يعني انا لو شايل صندوق في ايدي، ادي الصندوق وادي ايدي، ماسك حاجه في ايدي كده، زي لما اقول لك انا هجيب مثلا الطوبه دي واحط الطوبه دي على ايدي كده. سؤال، هي مش الطوبه دي وهي محطوطه على ايدي هي بتزقني لتحت؟ بدليل ان انا لو سبتها هتقع. فالمفروض ان الاوبجكت ده اللي انا ماسكه في ايدي بيزق لتحت. طب هو بيزق لتحت ليه؟ يعني هل هو عاقل بيزق لتحت؟ راح واحد قال لي لا. امال ايه اللي بيزق لتحت او ايه اللي بيشده لتحت؟ راح واحد قال لي الجرافيتي صح، الويت اللي هو وزن الصندوق صح، الماس صح. فالفورس اللي بتزق لتحت دي يا ولاد بتساوي ماس في جرافيتي اللي هي بسبب الويت. طيب يعني الطوبه دي بتزق لتحت، طب انا لما احط الطوبه دي على ايدي كده ليه ما بتنزلش لتحت؟ مش هي بتزق لتحت؟ لان ايدي بتزقها لفوق. ما هو انا ايدي بتزقها لفوق عشان ما تقعش. فمعنى كده ان الفورس اوف ايدي، الفورس اللي ايدي بتزق بيها قد الفورس اوف ويت. يعني لو دي ب 10 نيوتن لازم تكون دي ب 10 نيوتن عشان ولا ده يكسب ولا ده تكسب ويفضل الصندوق في ايدي ما يقعش مني. فانا لو ماسك حاجه في ايدي الفورس بتساوي ماس في جرافيتي 9، والجرافيتي 9.8 approximately equal 10. طب لو في كذا فورس، الفورس اللي هكتبها هنا مين؟ يعني انا لو عندي صندوق وفي 2 بيزقوه مع بعض مثلا 10 نيوتن و30 نيوتن، وانا عايز اجيب الورك، هاخد مين ال10 ولا ال30؟ الاثنين يا ولاد، ما هم الاثنين بيزقوا. يبقى لو في كذا فورس انا هجيب الريزلتنت فورس، وعشان اجيب الريزلتنت الناتج لو كانوا في نفس الاتجاه بعمل بلس،
انما لو كانوا اوبوزيت بعمل ماينس. يبقى الفورس دي فيها كذا تركايه. ماشي، كلام جميل. عرفنا بعد كده ان في حالات بيكون فيها الورك ماكسيمم وفي حالات بيكون فيها الورك بزيرو. امتى يكون الورك ماكسيمم وامتى يكون الورك بزيرو؟ الموضوع كله معتمد على سيتا. لو كانت سيتا بزيرو زي المثال ده، ساعتها الورك بيكون ماكسيمم، لان الورك هيساوي فورس في ديسبيسمنت في كوزين زيرو. وخلاص انا فهمتك وعرفتك ان كوزين الزيرو ب1، فيطلع معاك يا دكتور في الحالة دي ان الورك بتاعك ماكسيمم. ماشي، وهيساوي فورس كلها في ديسبيسمنت. طب امتى يكون، اكد لك برضو ان هنا كده الفورس والديسبيسمنت في نفس الاتجاه. طب امتى يكون الورك بزيرو؟ لو كانت سيتا ب 90. يعني ايه؟ يعني الفورس في اتجاه بيربنديكولار على الديسبيسمنت. طب ليه؟ لان لو حضرتك جيت تحسب الورك فورس في ديسبيسمنت في كوزين سيتا اللي هي 90، هتلاقي ان على الآلة الحاسبة كوزين ال 90 بزيرو، فبالتالي الورك بتاعك هيطلع بزيرو. دي بتيجي في الأسئلة بانه يقول لك كلمة اسمها ليفت، يعني يرفع. يعني ايه ليفت؟ يعني انا عندي دمبل في الجيم، الدمبل ده انا بشده لفوق والدمبل بيطلع لفوق كده، الفورس والديسبيسمنت في نفس الاتجاه وسيتا اللي ما بينهم بزيرو، فيبقى الورك ماكسيمم. ودي تيجي في الامتحان كلمة اسمها كاري، يعني يحمل. خد بالك من الفرق. يعني انا ماسك الدمبل في ايدي عشان ما يقعش كده، الفورس لفوق، ماسك الدمبل كده في ايدي مش برفعه، خلاص رفعته، وانا ماسك الدمبل في ايدي بمشي لقدام، فكده الديسبيسمنت لقدام وسيتا ب 90، يبقى الورك بزيرو. يبقى شوف الحته دي تحسها حصه انجليزي مش حصه فيزيكس. كلمه ليفت معناها ان الورك ماكسيمم فورس في ديسبيسمنت، كلمه كاري معناها ان الورك بزيرو. طيب في حاله تانية بيكون فيها الورك نيجاتيف، لما انا ازق في اتجاه والديسبيسمنت العكس. يعني لو الفورس في اتجاه كده والديسبيسمنت العكس كده، واديتك مثال عليها. قلت لك زي لما تكون حضرتك طالع جبل وفي طوبه بتقع عليك، فانت بتزق كده، بس لان الطوبه تقيله قوي وانت بتزقها بترجع لورا، فالفورس في اتجاه والديسبيسمنت العكس. يعني لما تكون سيتا بتاعتك يا دكتور مور ذان 90. طيب بعد ما درسنا الورك، عرفنا ان الورك الجميل بتاعنا ده بيتحول لإنرجي. وفي نوعين من الإنرجي يتحول لهم الورك، لأن في طريقتين أنت ممكن تعمل بيهم ورك. فاكر الصندوق اللي كان في نص الأوضة عندي مبهدل الدنيا اللي بابا قال لي روق الأوضة؟ قدامي طريقتين عشان أروق الأوضة، يا إما أزق الصندوق أجيبه جنب الحيطة، يا إما أرفع الصندوق أحطه على الدولاب. فحضرتك لما بتقوم بورك أنت بتعمل حاجة من الاتنين، يا إما تزق الصندوق سرعته تزيد، يا إما ترفع الصندوق بتاعك فارتفاعه يزيد. في الحالتين الورك بيتحول لإنرجي. لو السرعة زادت الورك بيتحول لحاجة اسمها كاينيتيك إنرجي. كاينيتيك إنرجي يا ولاد يعني طاقة حركية. كاينيتيك يعني حركية، يعني السرعة بتزيد. وعرفنا ان الكاينيتيك انرجي بتساوي الورك، لان هو الورك كله بيتحول لكاينيتيك انرجي، يعني بتساوي فورس في ديسبيسمنت. والفنا لها قانون خاص بيها عشان ما تزعلش، هاف الماس في فيلوسيتي سكوير. الكاينيتيك انرجي تقاس بالجول زيها زي الورك لانها بتساوي الورك. الماس بيقاس بالكيلوجرام والفيلوسيتي بتقاس بمتر بير سكند. دايما تيجي تركايه في الامتحان انه يديني يونت الفيلوسيتي كيلومتر بير اور، ساعتها لازم انا احولها لمتر بير سكند، بعمل تايمز 5 على 18. عايزك تحط في ذهنك ان الكاينيتيك انرجي تحب مين؟ تعشق مين؟ تعشق الفيلوسيتي. يعني لو الفيلوسيتي بزيرو الكاينيتيك انرجي بزيرو، لو الفيلوسيتي بتزيد الكاينيتيك انرجي بتزيد، لو الفيلوسيتي بتقل الكاينيتيك انرجي بتقل.
ماشي. طب لو عايز اعمل ريشيو ما بين اتنين كاينيتيك انرجي، فهقول له المفروض الكاينيتيك انرجي هاف الماس فيلوسيتي سكوير. عندي صندوقين بيتحركوا، واحد اسمه 1 يبقى هاف ماس 1 فيلوسيتي 1 سكوير، واحد اسمه 2 هاف ماس 2 فيلوسيتي 2 سكوير. الهاف هتروح مع الهاف ويتبقى ماس 1 في فيلوسيتي 1 سكوير على ماس 2 في فيلوسيتي 2 سكوير. طيب لو انا برفع الصندوق لفوق وبزود الهايت، ساعتها الورك بيتحول لحاجه اسمها بوتنشيال انرجي. كلمه بوتنشيال انرجي يا اولاد يعني طاقه مخزنه. انا بقول لك انت لو مسكت حاجه رفعتها لفوق كده هي فيها طاقه مخزنه. لما ارفعها لفوق كده واحد يقول لي فين الطاقه مش شايفها، اقول له انت عبيط، ما هي مخزنه، هتشوفها ازاي؟ عشان تشوفها لازم اسيب الاوبجكت، وانا اول لما اسيبه ايه اللي هيحصل؟ اول لما اسيب البتاع تقع. وقعت لوحدها ولا انا زقتها؟ وقعت لوحدها، يبقى هي كان فيها طاقه مخزنه بس انا كنت ماسكها، فالطاقه مخزنها فيها انت مش شايفها، اول لما اسيبها تقع. الطاقه المخزنه دي بسبب الهايت، خلي بالك. ما هو لو الهايت بزيرو يعني انا حاطط الطوبه دي على الارض وسبتها مش هتقع، لازم ارفعها لفوق عشان لما اسيبها تقع. يبقى الطاقه المخزنه دي بسبب الهايت. والبوتنشيال انرجي اللي هي الطاقه المخزنه بتساوي الورك برضو، يعني بتساوي فورس اوف ديسبيسمنت، والفنا لها برضو قانون عشان ما تزعلش، ماس في جرافيتي في هايت. طبعا الماس بالكيلو جرام، الجرافيتي متر بير سكند سكوير، والهايت متر. بس في تركايه لازم تبقى عارف ان الهايت خط فيرتيكال. فيرتيكال يا ولاد يعني بالطول. يعني ايه بالطول؟ يعني لو انا قلت لك ان انا طلعت كوبري مسافه 100 متر عامل انجل 30، وحطيت الطوبه فوق الكوبري ولو سبتها هتقع، وقلت لك هات البوتنشيال انرجي هنا، فانت هتقول لي ماس في جرافيتي في هايت، صح؟ هديك الماس والجرافيتي. الهايت هل اخد ال 100 متر؟ لا، الهايت لازم يكون خط فيرتيكال، يعني لازم يكون بالطول، يعني ده الهايت. راح واحد قال لي طب اجيبه ازاي؟ ماس يا اسطى، ترج يا راجل، عندك انجل 30، ده انا حافظ من وانا في اولى ابتدائي ان السايد اللي قصاد ال 30 نص الهايبوتنس، لو ده 100 ده 30، فالهايت لازم يكون خط فيرتيكال. لو سألتك قلت لك البوتنشيال انرجي تحب مين تعشق مين؟ تقول لي تحب الهايت. لو حبيت اعمل ريشيو ما بين بوتنشيال انرجي الجسمين، فبوتنشيال انرجي 1 على بوتنشيال انرجي 2 هتساوي ماس 1 في هايت 1 على ماس 2 في هايت 2. ليه مفيش جرافيتي؟ لان الجرافيتي اتشطبت مع الجرافيتي. ده كان الدرس الاول. ده الدرس الثاني. الدرس الثالث عندك كان اسمه اللو of conservation of energy. اللو of conservation of energy معناها بالعربي قانون تحول الطاقة. وعرفنا يا أولاد إن الطاقة بتتحول من شكل لشكل، وعلشان تتمكن من جزئية اللو of conservation of energy خليني أسألك وأقول لك، وأنا لو جبت كرة شطها لفوق إيه اللي بيحصل؟ كرة بتبقى في الأرض، أنا شطها فبقى عندها فيلوستي عالية جدا، مثلا الفيلوستي 20 متر بير سكند. بدأت تطلع لفوق عكس الجرافيتي، الفيلوستي هتقل، تلاقيها هنا ب 10، وهتقعد تقل لحد ما الفيلوستي تبقى بكام فوق خالص؟ بزيرو. بعدين تقع الفيلوستي تزيد، يعني هنا بزيرو هي بتقع، الفيلوستي هترجع تزيد 10 20، فيبقى وانا طالع لفوق الفيلوستي بتزيد. طب مين اللي زي الفيلوستي بيحبها بيعشقها؟ هيزيد معاها الكاينيتيك انرجي. سوري انا اسف، وانا طالع لفوق الفيلوستي بتقل، سوري، كانت 20 بقت 10 0. طب مين اللي زي الفيلوستي يعشقها يحبها هيقل معاها؟ الكاينيتيك انرجي. فتلاقي الكاينيتيك انرجي هنا عاليه، مثلا الكاينيتيك انرجي 20 جول، تطلع فوق تلاقيها قلت 10 جول، وتفضل تقل لحد ما تبقى بزيرو لما تكون الفيلوستي بزيرو، وبعدين تزيد تاني 10 20. طب معلش، وانا طالع لفوق ايه اللي بيحصل للهايت؟ هو وانا على الارض هنا كده الهايت بزيرو، وانا طالع الهايت بيزيد. هنا مثلا الهايت 10 متر، هنا مثلا الهايت 20 متر اهو، هنا زيرو، هنا 10، هنا 20، وانا بنزل الهايت بيقل، تلاقيه هنا رجع بقى 10، هنا بقى 20. طيب الهايت وانا طالع وهو بيزيد، وانا طالع الهايت بيزيد، مين يحب الهايت يعشقه يزيد معاه؟
البوتنشال انرجي. فتلاقي البوتنشال انرجي هنا الاول الهايت بزيرو يبقى هي بزيرو، تطلع شويه الهايت يزيد البوتنشال انرجي تزيد، تطلع شويه الهايت يزيد تاني البوتنشال انرجي تزيد تاني، وانا بقل البوتنشال انرجي الهايت بيقل والبوتنشال انرجي تلاقيها بتقل برضو، كانت 20 تبقى 10، ولما الهايت يكون في الاخر بزيرو تلاقي البوتنشال انرجي بقت بزيرو. لو حضرتك خدت بالك مجموع البوتنشال والكاينيتيك ثابت، 20 بلس 0 ب 20، 10 بلس 10 ب 20، 20 بلس 0 ب 20. المجموع بتاع الاتنين ده بنسميه ميكانيكال انرجي، وقعدت اقول لك ميكانيكال مجموع، والميكانيكال انرجي دي يا اولاد بتساوي مجموع الاتنين، يعني الميكانيكال انرجي بتساوي الكاينيتيك انرجي زائد البوتنشال انرجي في اي بوينت. ولو حضرتك خدت بالك الميكانيكال انرجي دايما كونستانت، يعني دايما ثابت. ماشي. طب هل ممكن الميكانيكال انرجي تساوي البوتنشال انرجي بس؟ فوق اهو، لان الكاينيتيك بزيرو، فالميكانيكال بتساوي البوتنشال فوق. طب هل ممكن الميكانيكال انرجي تساوي الكاينيتيك انرجي بس؟ تحت اهو، لان البوتنشال بزيرو، يبقى الميكانيكال في اي نقطه بتساوي الاتنين بلس، وممكن اقول انها بتساوي البوتنشال فوق او الكاينيتيك تحت. ماشي. ألفنا قانون وسميته قانون ديفيد من الديفيديات. القانون بيقول لك إن لو حضرتك عايز تجيب الهايت ومعاك الفيلوستي تحت، فالقانون بيقول لك إن هاف الفيلوستي تحت سكوير تساوي الجرافيتي في الهايت. القانون ده يحل لك 90% من المسائل الصعبة، هو قانون مؤلف عشان تعرفوا تحله. ماشي. دي كده أو ده كده كان شابتر 1 كله بأفكاره، عشان لما تحب تذاكره ترجع للفيديو ده. أشوفكم على خير، سلام. طيب حبايبي الحلوين طلاب تانية ثانوي، أول سؤال في التقييم بيقول لي if the force acting on the body is doubled while it moves the same displacement then the work done، إيه اللي هيحصل له؟ ماشي. ده السؤال what happened. سؤال ال what happened كنا بنحله إزاي؟ يعني هو بيقول لي what happened to work، إيه اللي هيحصل للورك؟ بنكتب القانون، المفروض إن الورك فورس في displacement، صح؟ هو قال إن الفورس إيه اللي حصل لها؟ doubled، فأنا بعوض بالتغير. يعني الحاجة اللي دبل اكتبها ب2، الحاجة اللي كونستانت اكتبها ب1، الحاجة اللي قلت للنص اكتبها بهاف. طيب هو قال الديسبيسمنت كونستانت يبقى ب1، 2 تايمز 1 تطلع ب2، وطالما الورك طلع ب2 يبقى الورك هو كمان دبلت. The work done by the brakes is always negative. ليه بقى؟ لأن العربية بتمشي لقدام يا ولاد، صح؟ لما أنا أجي أدوس فرامل عشان أهدي السرعة، أقلل السرعة، الفرامل بتحاول توقفني، يعني الفورس بتاعت البريكس كده، فالفورس بتاعت البريك اتجاهها عكس اتجاه الديسبيسمنت، فبالتالي الورك نيجاتيف. When a body move in a direction that make angle 60 with the direction of the force, then the work done equal 0 ولا maximum value ولا half الماكسيموم value ولا less than الماكسيموم value. طيب هو يا ولاد مش المفروض الورك بيساوي فورس في ديسبيسمنت في كوزاين سيتا؟ قال لي طب حلو قوي. الحاجة الوحيدة اللي أنا أعرفها كوزاين سيتا بكام؟ بكوزاين 60، يطلع إن الورك بيساوي فورس في ديسبيسمنت كوزاين 60 اللي هي بهاف، ويبقى الورك بيساوي نص الماكسيمم فاليو. ما هو بص، لو الورك فورس في ديسبيسمنت بس، دي كده الماكسيمم فاليو اللي هي باعتبار إن الفورس في نفس اتجاه الديسبيسمنت وسيتا بزيرو كوزاين الزيرو ب1، تمام؟ فدي كده الماكسيموم فاليو. لكن لما يبقى في انجل 60 فبيبقى الورك بيساوي فورس في ديسبيسمنت اللي هي الماكسيموم فاليو تايمز هاف، يعني بيساوي هاف الماكسيموم فاليو. ده سؤال حلو قوي على فكره. طيب the following figure represent the graphical relationship ما بين الورك والفورس then the slope. طبعا اتدربنا عليها في اول حصه. المفروض الورك بيساوي فورس في ديسبيسمنت في كوزاين سيت، صح؟ لو جينا نحدد الاسلوب في الرسمه دي عملنا y equal mx، اللي على الواي اكسس ورك واللي على الاكس اكسس فورس. هو الورك بيساوي ايه تايمز الفورس يا ولاد؟ ديسبيسمنت في كوزاين سيت، فالمفروض ان الاسلوب هو الديسبيسمنت في كوزاين سيت، بس هو مفيش في الاجابات ديسبيسمنت في كوزاين سيت،
اختار ديسبيسمنت بس، باعتبار يعني ان الفورس في نفس اتجاه الديسبيسمنت، وان سيتا بزيرو وان كوزين الزيرو ب1. بس طبعا لو السؤال جالي مقالي لازم اكتب ديسبيسمنت في كوزين سيتا. بيقول لي the type of work done by the tension force acting on this person pulling the suitcase. الراجل ده بيشد الشنطة كده والشنطة ماشية لقدام، يعني الاتنين تقريبا في نفس الاتجاه، يعني الورك بوزيتيف مش نيجاتيف. مش هو بيزق، يعني هو مش بيشد الشنطة كده والشنطة ماشية كده فيبقى نيجاتيف، ولا بزيرو. طيب both x and y wanted to place a mass of mass m into a platform of height h. y lifted the mass vertically and placed it on the platform, while x used an inclined plane of length 2h and push the mass upward along this case. ماشي. The work done by x is greater than y. The work done by x by both cases is equal. The work done by the force x is greater than y. ماشي. ده سؤال المفروض هناخده الحصة الجاية، يعني هو المفروض ده في الدرس بتاع البوتنشال انرجي، بس انا هقوله دلوقتي. احنا المرة الجاية هناخد حاجة اسمها بوتنشال انرجي بتساوي ماس في جرافيتي في هايت. انا عندي صندوقين، الصندوقين اترفعوا فوق، الاتنين نفس الماس ونفس الجرافيتي لانهم على نفس الكوكب ونفس الهايت، فيبقى الاتنين نفس البوتنشال انرجي ايا كان طريقه الرفع، والبوتنشال انرجي دي بتساوي الورك، فهيبقى الاتنين نفس الورك. يبقى الورك دان ان بوث كيسز از ايكوال. ده هتفهمه لوحدك في ليكتشر 2، لسه ما خدناهوش، هم حطوه غلط يعني. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي the work required to push a car of distance 3.5 meter by a force 20 newton in the same direction of motion. same direction of motion يعني الفورس كده والديسبيسمنت كده، يعني سيتا بزيرو. عايز نجيب الورك. طبعا اقول له الورك بيساوي فورس في ديسبيسمنت في كوزين الزيرو اللي هو 20 في 3.5 في كوزين الزيرو تطلع معاك 70 جول. If a force F acted on a body to displace it from point A to point B، يعني في فورس زقت الصندوق ده حركته 2 متر. In the same direction of the force، لو الورك بيساوي 2F. This is because الماجنتيود بتاع الفورس equal twice the displacement، ولا الورك is directly proportional only to the magnitude of the force، ولا direction of the force makes an angle 60، ولا displacement is 2 متر والفورس في نفس الاتجاه. طبعا ده سؤال هبل، هو المفروض الورك بيساوي ايه؟ فورس في ديسبيسمنت في كوزين سيت. طيب هي الفورس اسمها ايه؟ اف، والديسبيسمنت بكام؟ 2، وكوزين سيتا بكام؟ بزيرو، لان هو قال ان الاثنين في نفس الاتجاه يعني ب1، يطلع الناتج 2 اف. فهو بيقول لك هل الناتج 2 اف؟ فاحنا بنقول له اه. طب ليه؟ عشان الديسبيسمنت ب2 والفورس اسمها اف والاثنين في نفس الاتجاه. سؤال تحس اللي عنده تاخر عقلي اللي حط السؤال يعني. A force of 100 Newton acted on a body producing a displacement of 2.5 meter. ماشي. لو الفورس بيربنديكولار للموشن، يعني الفورس كده والديسبيسمنت كده بس ما تكملش. لو سيتا ب 90، احنا عارفين ان كوزين ال 90 بزيرو، فيبقى الورك بزيرو. طيب question رقم 10. question رقم 10 بيقول لي ايه؟ A force of magnitude 100 Newton acted on a body repeatedly producing a displacement of 5 meter each time, while the angle between the direction of the force and the displacement is varied. سيتا بتتغير. The opposite graph represents the relation ما بين الورك والانجل اللي اسمها سيتا. Find the value of the angle at point D. حاسس ان انا مش شايف كويس، فين بوينت دي؟ هو في A وفي B. ماشي، هو اكيد دي يقصدها B، مفيش دي اصلا، والتانية دي بزيرو. ماشي، يعني هو بيقول لي عند بوينت بي الانجل بكام. هو حضرتك لو خدت بالك ايه اللي بيحصل للورك؟ بص كده، مش ده الورك؟
الورك عمال يقل 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 لحد ما في الاخر عند بوينت بي بقى الورك بكام؟ بزيرو. طب هو امتى الورك يكون بزيرو؟ لما تكون سيتا ب 90 لان كوزين ال 90 بزيرو. طيب السؤال اللي بعده a motorcycle of mass 200 كيلوغرام moved along a straight line if the engine force acting on it is 500 newton and the friction force is 100 newton for each 100 kilogram then the work done to move 50 meter is the very important question. أنا عندي موتوسيكل 200 كيلو ماشي، آدي الموتوسيكل 200 كيلو، قوة المحرك اللي بتزقه لقدام 500 نيوتن ماشي، وقوة الفريكشن اللي بتزقه لورا 100 نيوتن لكل 100 كيلو. طب بالراحة، هو الموتوسيكل أصلا 200 نيوتن، لو كل الموتوسيكل أصلا 200 كيلو، لو كل 100 كيلو بينتج عنها 100 نيوتن وهو 200 كيلو يبقى 200 نيوتن. فاحنا عايزين نجيب الورك عشان يمشي مسافة 50 كيلو. طيب الورك ده بيساوي ايه؟ فورس في ديسبيسمنت في كوزاين سيت ماشي. الديسبيسمنت 50، الفورس بكام؟ بص بقى، انا عندي 2 فورس، قوة المحرك ب 500 والفريكشن ب 200. طيب اخد ده ولا ده؟ قال لي ولا ده ولا ده، لان الاتنين موجودين، فحضرتك هتجيب الريزلت. طب هو انا عشان اجيب الريزلت دول سيم دايركشن ولا اوبوزيت؟ يبقى عشان اجيب الريزلت اعمل ايه؟ ماينس. طيب هو مين اللي يكسب، ال 500 ولا ال 200؟ ال 500، يبقى الريزلت كده تكسب بكام؟ 300 نيوتن، يبقى دي الفورس. وخليك عارف ان الفورس لقدام والموتوسيكل ماشي لقدام، يعني الانجل اللي ما بينهم بزيرو، يبقى في كوزين الزيرو. يطلع الناتج معاك يا دكتور على الآلة الحاسبة بكام؟ 15,000 جول. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك a mother pushes her baby in a stroller at constant speeds. ماشي، يمكن دي معلومة شوية من الترم اللي فات، إن لو الجسم كان ماشي بكونستنت سبيد اللي هي ممكن نقول عليها يونيفورم فيلوستي، فده كان معناه إن مجموع الفورس بزيرو، يعني القوة اللي بتزقني لقدام اللي هي في هذا المثال الفورس بتاعة المذر اللي بتزق لقدام قد الفورس اللي بتزقني لورا اللي هي في هذا المثال الفريكشن فورس. دي من الترم اللي فات يا ولاد، هم واخدينها من الترم اللي فات في الدروس بتاعت نيوتن لو. لو انتم متذكرين نيوتن فيرست لو كان بيقول لك لما يكون مجموع الفورس بزيرو ده معناه ان الجسم ماشي بيونيفورم فيلوستي او كونستانت سبيد. طيب يبقى انا عندي الست دي الفورس اللي بتزق بيها لقدام قد الفريكشن فورس اللي هو ب 20 نيوتن، يبقى هي بتزق لقدام بكام؟ ب 20 نيوتن. طيب وقدرت تزق لقدام وتمشي بالعجلة مسافة 5 متر. طب كده لو أنا عايز أجيب الورك، هو الورك بيساوي إيه؟ فورس في ديسبيسمنت في كوزين اللي ما بينهم. طب هي الفورس لقدام والديسبيسمنت لقدام، يبقى ده زيرو وكوزين الزيرو ب1، ويبقى الفورس 20 والديسبيسمنت ب5، يطلع الناتج 100 جول. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي a student stated، يعني في طالب قال إن الwork is a vector quantity because the vector quantity produced by the multiplication of two vector force and the displacement result in a vector quantity identify the error. طيب مبدئيا يعني معرفش برضو ازاي حطوا السؤال ده، انتوا ما درستوش اصلا السكيلر والفيكتورز، فانا ممكن اقول لك سريعا ما الفرق بين السكيلرز والفيكتورز عشان نفهم السؤال. سكيلر يعني حاجة لها ماجنتيود اونلي. ماجنتيود يا ولاد يعني رقم، زي لما اقول وزن الجسم 10 كيلو، هل انا محتاج اذكر اتجاه؟ يعني هل حد بيقول مثلا الشنطة وزنها 10 كيلو ناحية اليمين
ولا الشنطة وزنها 7 كيلو لفوق؟ لأ، مش محتاجين دايركشن، إحنا المعنى بيكتمل بمجرد ما تقول الرقم. الحاجات اللي المعنى بتاعها بيكتمل بمجرد ما نقول الرقم بنسميها سكيلرز. إنما الفيكتور بقى لأ، دي حاجات محتاجة ماجنتيود ودايركشن. زي لما أقول لك أنا عندي صندوق زقته بقوة 50 نيوتن، فأنت هتقولي زقته إزاي، كده ولا كده ولا كده ولا كده؟ لازم دايركشن. فالفيكتورز هي الحاجات اللي محتاجة دايركشن. طيب هو بقى بيقول لي هل الورك سكيلر ولا فيكتور؟ الورك سكيلر، يعني انا بقول العمل اللي تم انجازه 100 جول، ما بقولش انا تعبت بمقدار 100 جول في اتجاه اليمين، لا. طب ليه الورك سكيلر؟ هو ده بقى السؤال. بيكوز علشان it doesn't need direction، مش محتاجين نقول direction. طيب السؤال ده كان معايا في كتاب الشرح بالظبط يا ولاد. بيقول لي ايه؟ A worker carries a box of mass 40 كيلو جرام، حتى يمكن بنفس الأرقام، مشي في هوريزونتال رود مسافة 15 متر، بعدين طلع سلم مسافة 20 متر inclined by angle 30. find the work done في الحالتين. طيب أنا عندي راجل عامل كان شايل صندوق أهو، وزن الصندوق 40 كيلو. بص يا حبيبي، هو طالما العامل ماسك الصندوق في إيده عشان ما يقعش، ده معناه إنه بيزق الصندوق لفوق، يعني لازم تكون الفورس لفوق، والفورس اللي لفوق دي بتساوي ماس في جرافيتي. وزن الصندوق في 10 يطلع 400 نيوتن. ماشي. وبعدين قال لي انه مشي بيه لقدام مسافة 15 متر اهو، ومن ثم بدأ يطلع سلم. فطبعا وهو طالع السلم هو شايل برضو الصندوق، يعني بيزقه لفوق عشان ما يقعش. اهو بص هو ماسك الصندوق ازاي، بص اهو بيزقه لفوق اهو عشان ما يقعش. يعني الفورس لفوق برضو ماس في جرافيتي برضو 40 في 10. 40 ده وزن الصندوق 400 نيوتن. بس هل المرة دي هل الديسبيسمنت لقدام؟ لا، لانه طالع سلم، فالديسبيسمنت هتبقى كده 20 متر. ليه؟ تاني، لان الراجل اصبح طالع سلم يا ولاد، فدي الستارت ودي الاند، وهو راح مديني الانجل دي، قال لي الانجل دي بكام؟ ب 30، وعايزني اجيب الورك في الحالتين. طيب لو جينا نجيب الورك في الحاله الاولى وقلنا فورس في ديسبيسمنت في كوزاين سيتا، لو حضرتك بصيت الانجل هنا ب 90، فلو عملت فورس في ديسبيسمنت في كوزاين ال 90، كوزاين ال 90 بزيرو، يطلع الناتج بزيرو. انما لو جيت هنا وقلت له الورك فورس في ديسبيسمنت في كوزاين سيتا، بص بقى الفورس اهي 400، الديسبيسمنت 20، في كوزاين كام المره دي؟ انا عايز الانجل ما بين الفورس والديسبيسمنت، مش دي، انا عايز الانجل ما بين الفورس والديسبيسمنت اللي هي دي. طب لو دي 30 تبقى دي كام؟ 60، يبقى في كوزاين 60 يطلع معاك الناتج على الآلة الحاسبة 4000 جول. طيب السؤال اللي بعده، عندي winch بيشد عربية along a horizontal road مسافة 1 كيلومتر، اللي هي لو حولناها تطلع 1000 متر. عايز الورك done by the rope لو كانت تنشن فورس 2.5 times 10 باور 5. سوري، هو عايز الفورس لو كان الورك 2.5 times 10 باور 5 جول. واضح طبعا ان الحبل بيشد العربية كده، هو بقى عايز الفورس دي. ماشي. طيب بالراحة، الحبل بيشد العربية كده، دي اتجاه الفورس اللي احنا عايزينها، والعربية بتتشد لقدام، دي اتجاه الديسبيسمنت، كيلو يعني 1000 متر. الانجل اللي ما بين الفورس والديسبيسمنت 60، والمفروض الورك بيساوي فورس في ديسبيسمنت في كوزاين سيت. يعني الورك اللي هو مديهوني 2.5 تايمز 10 باور 5 جول بيساوي الفورس عايزينها الديسبيسمنت ب 1000 في كوزاين 60.
ودي بقى بالديفايدد الكلام الوحش ده. يطلع الناتج ان الفورس 500 نيوتن. طيب حبايبي الحلوين طلاب تانية ثانوي، تعالوا نبدأ مع بعض في الاساينمنت بتاع ويك 2. بيقول لي a body has a kinetic energy of 2 جول its speed is doubled. ايه اللي يحصل للكاينيتيك انرجي؟ طيب المفروض الكاينيتيك انرجي بتساوي هاف الماس في فيلوسيتي سكوير. ده سؤال وات هابن، يبقى بعوض بالتغير، يعني الحاجة اللي زادت مرتين بكتبها ب2، الحاجة اللي قلت للنص بكتبها الهاف، الحاجة الكونستانت بكتبها ب1. الهاف ده كونستانت نمبر هكتبه ب1، الماس كونستانت هكتبه ب1. الحاجة الوحيدة اللي اتغيرت هي الفيلوسيتي دبلت، هكتبها ب2، بس ما انساش السكوير 2 سكوير. يطلع ان الكاينيتيك انرجي هتبقى ب4. يعني ايه هتبقى ب4؟ يعني هتزيد 4 مرات. طب هي كانت ب2 جول، لما تزيد 4 مرات هتبقى بكام؟ ب8 جول. A car of mass 2000 كيلو جرام ماشية بفيلوسيتي 60 كيلومتر بر اور. then the kinetic energy. والله الكاينيتيك انرجي بتساوي هاف الماس فيلوسيتي سكوير، بس الفيلوسيتي هنا اليونت بتاعتها كيلومتر بر اور، وانا لازم احولها لمتر بر سكند، فهعمل 60 تايمز 5 على ال 18، تطلع معاك 16.667 متر بر سكند، ويبقى الكاينيتيك انرجي بتساوي هاف الماس اللي هو 2000 في الفيلوسيتي سكوير. فتطلع 2.78 بالابروكسيميشن طبعا تايمز 10 باور 5 جول. The figure shows the top view of the magnitude and the direction of four forces acting on body. The change in the kinetic energy لو الجسم مشي 4 متر. طيب طبعا هنا الكاينيتيك انرجي المفروض ليها قانونين، يا اما هاف الماس فيلوسيتي سكوير، يا اما هقول له انها بتساوي الورك اللي هو فورس اوف ديسبيسمنت. اكيد انا هشتغل بالقانون التاني يا ولاد، لان انا معايا فورس وديسبيسمنت، ده حتى هو مديني الديسبيسمنت ب4. طب الفورس هجيبها ازاي من هنا؟ هجيب الريزلت، يلا بينا. انا عندي 2 بتزق لفوق و2 بتزق لتحت يكنسلوا بعض، يتبقى 1 ناحية الشمال 7 ناحية اليمين، ويبقى الريزلت بالماينس 7 ماينس 1 6، ويبقى الناتج 6 نيوتن كده، ويبقى الناتج بتاعي 6 نيوتن تايمز 4 يطلع 24 جول. بأكد عليك انك تكون فاكر ان ينفع اجيب الكاينيتيك انرجي بالقانون ده. طيب The opposite graph shows a relation ما بين الكاينيتيك انرجي والفيلوسيتي سكوير. طالب مني ان انا اجيب الماس. طبعا اول حاجه هحدد الاسلوب، هقول له y equal mx، اللي على الواي اكسس كاينيتيك انرجي واللي على الاكس اكسس فيلوسيتي سكوير. مين اللي باقي يا ولاد؟ هي الكاينيتيك انرجي بتساوي ايه تايمز الفيلوسيتي سكوير؟ هاف الماس. يبقى الاسلوب بتاعك هاف الماس، وانتوا عارفين ان الاسلوب ده اللي هو هاف الماس المفروض بيساوي تاني الانجل، ما هو الخط ده كده بيعبر عن هاف الماس، الخط ده بقى بيساوي تاني الانجل، يعني بيساوي تاني ال 45، يعني هاف الماس تاني ال 45 ب1، ودي الهاف بالديفايدد يطلع الماس ب2، ويبقى الإجابة إن الماس ب2. ماشي. Two bodies have masses such that the mass of the first body is twice الماس بتاع الفيرست body twice الماس بتاع السكند. And the speed of the first body half السبيد بتاعت السكند. Then the kinetic energy of the first body بتساوي كام times الكاينيتيك energy بتاعت السكند. طبعا احنا عارفين ان احنا طالما قال لي 2 bodies يبقى قانون الريشيو، ويبقى الكاينيتيك انرجي بتساوي ماس 1 في فيلوسيتي 1 سكوير على ماس 2 في فيلوسيتي 2 سكوير، ده قانون الريشيو. طيب هنعمل الاتي، اول حاجه هنشيل ماس 1 ونكتب مكانه 2 ماس 2. ليه عملت كده؟ عشان ده يتشطب مع ده. تاني حاجه هنشيل فيلوسيتي 1 بس سيب السكوير، وهنكتب مكانها هاف فيلوسيتي 2 هول سكوير. طيب تعالى نعمل سمبليفاي، ال2 اللي هنا تفضل زي ما هي،
هاف اوزع السكوير، هاف سكوير كوارتر في سكوير في سكوير على في تحت في سكوير. طبعا ده هيروح مع ده ويتبقى كاينيتيك انرجي 1 على كاينيتيك انرجي 2 بتساوي 2 تايمز كوارتر هاف على الآلة الحاسبة. كروس مالتيبليكيشن، ولا هو عايز يعرف ايه؟ هو عايز يعرف كاينيتيك انرجي 1 بتساوي كام تايمز كاينيتيك انرجي 2. خلاص هودي دي الناحية التانية بالتايمز ويبقى كاينيتيك انرجي 1 بتساوي هاف تايمز كاينيتيك انرجي 2. The following graph shows the relation ما بين البوتنشال انرجي والهايت. Then the unit of the slope. طيب أول حاجة هنجيب السلوب y equal mx اللي على الواي اكسس بوتنشال انرجي واللي على الاكس اكسس هايت. مين اللي متبقي؟ ماس في جرافيتي. الماس في جرافيتي دي اللي هي ايه؟ اللي هي الفورس اوف ويت، صح؟ مش الويت ماس في جرافيتي؟ طيب هو عايز اليونت، احنا كنا حافظين يونت للورك اللي هي نيوتن، وكان في يونت تانية من الدايمنشنال فورمولا بتاعت الورك ام ال تي باور نيجاتيف 2. كان في يونت تانية الماس كان بالكيلو جرام، اللينس بالمتر، تايم نيجاتيف 2 سكند نيجاتيف 2 يبقى اليونت كيلو جرام في متر في سكند نيجاتيف 2. A body of mass 60 kilogram climbed a tree of height 400 centimeter. Then the potential energy at maximum height هتساوي ايه؟ mass في gravity في height. الماس 60، الجرافيتي 10، حتى هو بيأكد عليا. الهايت 400 سنتيمتر ده هحوله للمتر تايمز 10 باور نيجاتيف 2 يطلع 4 متر. ويبقى الإجابة على الآلة الحاسبة 2500 جول. A man reached his apartment once by climbing the ladder. مرة طلع الشقة باستخدام السلم أو الستيرز. once by elevator يعني هو شقته فوق هنا، مرة طلع باستخدام السلم ومرة طلع باستخدام الأسانسير. في الحالتين وصل الشقة، في الحالتين هو فوق أهو. هل البوتنشال انرجي وهو طالع السلم أعلى ولا هو طالع الاليفيتر ولا الاتنين زي بعض؟ هي البوتنشال انرجي فوق بتساوي ايه؟ مش ماس في جرافيتي في هايت؟ ماشي. طب ما هو نفس الماس ونفس الجرافيتي وفي الحالتين نفس الهايت. انا مالي هو طلع بايه؟ الهايت يا ولاد فيرتيكال لاين، هو ده الهايت في الحالتين. فيبقى البوتنشال انرجي از ذا سيم ان both كيسز. لو السوستة اتضغط، نوع الانرجي اللي بيبقى فيها بوتنشال يعني طاقة مخزنة، بدليل ان انا لو السوستة ضغطتها بايديا كده، اول لما اسيب ايدي ايه اللي بيحصل؟ السوستة بتفط تنط، يبقى كان فيها طاقة مخزنة اللي هي potential energy. طيب when a body fall from the top of the building of height d with an acceleration g in a time t, the value of the potential energy at the moment of release. حاجة بتقع من فوق وهي فوق كده، البوتنشال انرجي هتكون بتساوي ايه؟ بتساوي الماكسيمم فاليو، بتساوي الميكانيكال، يبقى الماكسيمم. طيب واحد اسمه حسان wanted to lift a box of mass m vertically through a distance of 1 meter. Then the box required by حسان is equal to the weight. فاكر لما نمسك حاجة في ايدينا؟ لما بنمسك حاجة في ايدينا الفورس اللي احنا بنزق بيها لفوق، شرحتها بالتفصيل انا الحتة دي، لازم تكون بتساوي الويت. A body of mass 2 كيلوجرام على ارتفاع 5 متر. هات لي البوتنشال انرجي. البوتنشال انرجي بتساوي ماس في جرافيتي في هايت. الماس 2 جرافيتي 10، لو هو قال لي اكتب الجرافيتي 9.8 يبقى اكتب زي ما هو قال، والهايت ب 5، يطلع الناتج معاك 98 جول. طيب كوتشن رقم 13 بيقول لي 2 بوكسز A and B. الويت بتاع الاولاني، الويت ده اللي هو ماس في جرافيتي 40 نيوتن، والويت بتاع التاني 60 نيوتن. لو بوكس A محطوط على الارض يبقى الهايت بتاع بوكس A بزيرو، والبوكس اللي اسمه B على ارتفاع 2 متر. تو وات هايت؟ عايز يعرف الهايت بتاع بوكس A بكام علشان يبقى نفس البوتنشال انرجي. يعني هو عايز بوتنشال انرجي 1، سوري، عايز بوتنشال انرجي 1 تساوي بوتنشال انرجي 2. قانون البوتنشال انرجي ماس في جرافيتي في هايت، يبقى ماس 1 في جرافيتي في هايت 1 عايزينها تساوي ماس 2 في جرافيتي في هايت 2. ماشي. ماس 1 في جرافيتي اللي هو الويت بتاع الاولاني 40، هايت 1 عايزينه. الويت بتاع التاني 60، هايت 2 ب 2،
60 times 2 120 و40 H1 زي ما هي، هودي دي بالديفايدد يطلع هايت 1 ب3. الكتاب ده على فكرة موجود في المين بوك بنفس الأرقام. والله يا جماعة اللي فيكم ماشي معايا من الكتب بتاعتي هيلاقي كل الأسئلة اللي اتحلت هي اللي موجودة في الكتب، وهي اللي موجودة في الإيفاليويشن، وهي اللي موجودة في الشرح والواجب. حتى السؤال ده موجود بنفس الأرقام، هحطه لكم من الحصة، موجود بنفس الأرقام. ماشي. صعب شويتين. بيقول لي ايه؟ a سلم طوله 6 متر is supported on a vertical wall such that it makes an angle with the horizontal 30 degree. يلا بالراحة. سلم مسنود على vertical wall. حد عارف vertical يعني بالطول ولا بالعرض؟ قال لي مستر كلمة vertical معناها بالطول. يبقى أنا عندي حيطة بالطول أهي. حيطة بالطول أهي. حيطة بالطول. دي vertical وفوق. vertical بالطول، horizontal بالعرض، فهي محطوطة على الأرض والأرض بالعرض عادي أهو. ادي الارض اهي هوريزونتال جراوند. السلم اتسند على الحيطه. عارف السلالم اللي بيعلقوا بيها الزينه بتاعت رمضان؟ كل سنه وانتم طيبين. يعني مش بيجيبوا السلم يحطوه كده على الحيطه؟ فبيبقى السلم محطوط ازاي؟ بيبقى السلم محطوط كده، وادي الناحيه الثانيه اهي، وفي هنا السلالم اللي بنطلع عليها. فهو بيقول لك السلم ده اتسند على الحيط، ادينا سندناه على الحيط اهو. such that بحيث انه عامل انجل 30 مع مين؟ مع الهوريزونتال جراوند. يعني الانجل اللي بين السلم مش والحيط، الانجل اللي بين السلم والهوريزونتال جراوند والارض ب 30. يعني هو يقصد الانجل دي ب 30. If a person of mass 70 كيلو جرام ascend the ladder. راجل وزنه 70 كيلو طلع لحد فوق، وقف فوق اهو. طالب مني ايه؟ طالب مني اجيب الورك دان باي ذيس بيرسون تو ريتش الاند والبوتنشال انرجي ات ذا توب ستيب باي ستيب. اول حاجه هنجيب الورك. هو الورك بيساوي ايه؟ فورس في ديسبيسمنت في كوزاين سيت. طب ركز معايا. هو الراجل ده وهو طالع السلم بيرفع ايه؟ بيرفع نفسه. يعني ايه؟ يعني بص انا هقصر نفسي شويه، اعتبر نفسي قصير اهو. الراجل ده لما يحط رجله على السلم بيعمل ايه؟ بيزق جسمه لفوق، صح؟ تاني انا اهو هطلع السلم اهو اهو، صح؟ فالراجل بيزق جسمه لفوق، يعني الراجل الفورس بيزق بيها نفسه لفوق. ادي الفورس اهي اللي هو بيزق بيها نفسه. طب الفورس اللي لفوق دي بتساوي ايه؟ ماس في جرافيتي. حلو. في ديسبيسمنت في كوزاين سيت. طيب الماس بتاع الراجل بكام؟ ما هو بيرفع نفسه 70. الجرافيتي بكام؟ 10. طب الديسبيسمنت اللي الراجل مشيها، هو الراجل مشي السلم كله بكام؟ بكام طول السلم؟ 6 متر. في كوزاين كام؟ ركز. هو الانجل دي اللي هي سيت، مش دي الانجل اللي ما بين الفورس والديسبيسمنت؟ طيب ادي الفورس ادي الديسبيسمنت، يبقى انا عايز الانجل دي. طب دي 30، يبقى الانجل دي كام؟ 60 في كوزاين ال 60. يطلع معاك الناتج على الآلة الحاسبة 70 في 6 في كوزاين ال 60. استنى اقول لك هتطلع بكام لان هي معموله جرافيتي 9.8. 70 في 6 في 10 في كوزاين ال 60 يطلع 2100 جول. 2100 جول. ماشي. طب كده جبنا الورك. احنا عايزين البوتنشال انرجي في اخر السلم. يعني الراجل ده لما يطلع فوق وهو واقف فوق هنا، عايزين البوتنشال انرجي هنا. واحد قال لي سهله، هي البوتنشال انرجي بتساوي ايه؟ البوتنشال انرجي ماس في جرافيتي في هايت. حلو. الماس بتاع الراجل 40 كيلو والجرافيتي 10، عايزين الهايت. قال لي مش الهايت اللي هو ده انت لسه شارحها يا مستر؟ قلت له اه. قال لي طب ما الهايت اللي هو ده يا مستر احنا قلنا نص الهايبوتنس. لو الهايبوتنس كام؟ 6 متر، والسايد اللي انا عايزه ده قصاد السيرتي نص الهايبوتنس، يبقى 3 متر. ادي 3 متر. عارف 40 في 10
70 سوري انا اسف مش 40. عمال اقول وزن الراجل كام؟ وزن الراجل في 70 في 10 في 3 بكام؟ افاجئك مفاجاه كبيره دلوقتي. بقى 2100. ايه ده؟ ايه ده؟ حد لاحظ حاجه؟ البوتنشال انرجي طلعت قد الورك. ده هل ده منطقي؟ هو هو المنطقي ده. اي حاجه غير كده ما تبقاش منطقيه. لان انت يا دكتور ديفيد قلت لي ايه وانت بتشرح؟ قلت لي ان الورك كله بيتحول لبوتنشال انرجي. فيبقى الراجل تعب وطلع السلم وهو واقف فوق هو عنده بوتنشال انرجي تساوي الورك. فبالتالي منطقي ان انا اصلا كمل الاول ممكن احسب البوتنشال انرجي فوق واقول البوتنشال انرجي قد الورك من الاول. ندخل على البارت التاني من الاساينمنت. بيقول لك a body has a kinetic energy of 4 joule. What will be the kinetic energy if the speed is doubled؟ لسه حالين السؤال ده بالظبط. قلنا الكاينيتيك انرجي بتساوي هاف الماس فيلوسيتي سكوير. الهاف ثابته، الماس ثابت، الفيلوسيتي دبلد يبقى 2 سكوير. يطلع ان الكاينيتيك انرجي ب 4. معنى ان الكاينيتيك انرجي طلعت بفور انها هتزيد 4 مرات. خد بالك ده سؤال وات هابن. احنا مش بنحسب الكاينيتيك انرجي بكام، احنا بنحسب ايه اللي هيحصل لها. لان احنا ما نعوضناش بقيم، يعني الفيلوسيتي مش ب 2 متر بير سكند، احنا عوضنا باللي هيحصل هتزيد مرتين. فلما تعوض باللي هيحصل يطلع لك اللي هيحصل. لو دي زادت مرتين دي هتزيد مرتين. طيب لو كانت الكاينيتيك انرجي ب 4 جول لما تزيد 4 مرات تبقى 16 جول. the slope of the straight line بيعبر عن ايه؟ والله هي البوتنشال انرجي بتساوي، او خلينا الاول نكتب الشفره اهي y equal mx. اللي على الواي اكسس بوتنشال انرجي واللي على الاكس اكسس هايت. هي البوتنشال انرجي بتساوي ايه تايمز الهايت؟ ماس في جرافيتي. ماس في جرافيتي اللي هو الويت. If a body is projected vertically upward, which of the following become بزيرو at maximum height؟ طبعا الفيلوسيتي بتبقى بزيرو في الماكسيمم هايت، والكاينيتيك انرجي برضو بتبقى بزيرو في الماكسيمم هايت. فنقدر نقول ان الفيلوسيتي بزيرو والكاينيتيك انرجي برضو بزيرو. الفيلوسيتي. In the opposite figure عندي weight lifter بيرفع ماس 100 كيلو. The work done by the weightlifter to raise the mass لهايت 2 متر is. طبعا الورك في حالة الليفتنج بيساوي ماس في جرافيتي في هايت على طول، وكان بيبقى ماكسيمم. الماس 100، الجرافيتي قال لي اكتبها ب 10 والهايت 2، يطلع الناتج 2000 جول. Calculate the work done to lift برضو a body of mass 50 كيلوغرام 2.2 متر. هقول لك الورك طالما ليفتنج ماس في جرافيتي في هايت، الماس 50 الجرافيتي 10 والهايت 2.2، يطلع الناتج معاك يا دكتور 1100 جول. ماشي. A body of mass M is located near the Earth's surface if the gravitational potential energy at height 5 meter is 980 joule and the acceleration due to gravity is 9.8. What is the mass of the body؟ طيب هي مش المفروض البوتنشال انرجي ماس في جرافيتي في هايت؟ طب ما هو مديني البوتنشال انرجي 980 وعايز الماس، والجرافيتي 9.8 والهايت 5. ودي دول بالديفايدد يطلع الماس معاك 980 ديفايدد 9.8 تايمز 5 يطلع الماس 20 كيلو جرام. In the opposite figure في كورة اترفعت 3 مرات. الورك دن في ال3 حالات هل في حالة أكبر ولا كلهم زي بعض؟ بص يا حبيبي، هو مش الورك دان بيساوي البوتنشال انرجي، والبوتنشال انرجي ماس في جرافيتي فايت، مش احنا عارفين ان الورك هيتحول لبوتنشال انرجي؟ طيب ال3 كور نفس الماس ونفس الجرافيتي ونفس الهايت، يبقى بالتالي ال3 كور نفس البوتنشال انرجي واكيد نفس الورك، يبقى ايكوال. طيب عندي كيرف ما بين الديسبيسمنت والتايم، تعرف تجيب الفيلوسيتي؟ ما هي الفيلوسيتي ديسبيسمنت على التايم، والديسبيسمنت هعتبرها ب 25 والتايم هعتبره ب 5، تطلع الفيلوسيتي 5 متر بير سكند. طب لو الماس ب 50 تعرف تجيب الكاينيتيك انرجي؟ اكيد، ما هي الكاينيتيك انرجي هاف الماس فيلوسيتي سكوير، ادي هاف الماس 20 فيلوسيتي سكوير 5 سكوير تطلع بكام؟ 250 جول.
The opposite figure show two bodies A and B. الماس M و 3M. الفيلوسيتي V و 2V. عايز اعرف الكاينيتيك انرجي بتاعت B بتساوي ايه تايمز الكاينيتيك انرجي بتاعت A. يبقى برضو هعمل ريش واقول له كاينيتيك انرجي 1 على 2 بتساوي ماس 1 في فيلوسيتي 1 سكوير على ماس 2 في فيلوسيتي 2 سكوير. حلو. ماس 1 اسمه M، ماس 2 3M، فيلوسيتي 1 سكوير V سكوير، فيلوسيتي 2 سكوير 2V سكوير. ماشي، نسهل على نفسنا. يلا اتبقى فوق فيلوسيتي سكوير، اتبقى تحت 3 تايمز هوزع الباور 2 سكوير 4 في سكوير في سكوير، ده يروح مع ده ويتبقى 1 على 3 تايمز 4 يعني 1 على 12. ماشي. ويبقى كاينيتيك انرجي 1 على كاينيتيك انرجي 2 بتساوي 1 على 12. طب انا عايز اعرف كاينيتيك انرجي 2 بتساوي ايه؟ كروس مالتيبليكيشن، ده في ده ديفايدد ده هتساوي 12 كاينيتيك انرجي 1. السؤال ده فيه غلطة، المفروض الإجابة 12 كاينيتيك انرجي 1 مش موجودة في الاختيارات. ماشي. The opposite figure show a table ارتفاعها نص متر، جسم وزنه 2 كيلو محطوط عليها، عايز البوتنشيال انرجي. ماس في جرافيتي في هايت عادي جدا، الماس 2 جرافيتي 9.8، الهايت هاف يطلع الناتج 9.8 جول. طيب السؤال هنا بيقول لي a person drop a body of mass 0.2 كيلو جرام من ارتفاع 10 متر above the ground. واحد تاني مسكه على ارتفاع 1.5 متر، عايز الديكريز. ديكريز دي ممكن نقول عليها يعني عايز الفرق في البوتنشيال انرجي ما بين النقطتين. طيب تعال نجيب البوتنشيال انرجي في النقطة الأولى اللي هي هنا ماس في جرافيتي في هايت. الماس 0.2، الجرافيتي 10 والهايت هنا 10، يطلع الناتج 20 جول. طب عايز اجيب البوتنشيال انرجي في النقطة التانية اللي هي هنا، ما هو قال لي هو مسكه على ارتفاع 1.5 متر اهو. برضه ماس في جرافيتي في هايت 0.2 في 10 في 1.5 يطلع 3 جول. الفرق بقى بقد ايه؟ ما هو عايز الفرق 17 جول. طيب two bodies A and B fall freely toward the ground. The ratio between the kinetic energy at the moment they strike the ground. ده سؤال جميل جدا. أنا عايزك بس الأول تجيب لي البوتنشيال انرجي فوق في الاتنين. ليه؟ هتفهم. هي مش البوتنشيال انرجي ماس في جرافيتي في هايت؟ طيب بتاعت الأولاني الماس 2M، الجرافيتي G، الهايت 3D، يعني ممكن نقول 2 تايمز 3 6 mgd. طيب وبوتنشيال انرجي التاني ماس في جرافيتي في هايت M في G في D يعني 1 mgd. طيب هو مش لما الجسم بيقع الكاينيتيك انرجي تحت بتساوي البوتنشيال فوق؟ يعني الكاينيتيك انرجي هنا هتساوي البوتنشيال فوق اللي هي 6 mgd، وهنا هتساوي البوتنشيال فوق اللي هي 1 mgd. لو حبيت بقى اعمل ريشيو ما بين كاينيتيك انرجي A وكاينيتيك انرجي B، هقول له A 6 mgd والتانية 1 mgd، ده مع ده ده مع ده ده مع ده يطلع الناتج 6 على 1. حلو السؤال ده. A stone is projected vertically upward from the ground surface with a certain velocity وصلت لارتفاع 12 متر. The same stone is projected upward with the same velocity on the moon. السؤال ده المفروض يكون على شابتر السؤال ده سوري المفروض يكون على شابتر يا ربي 4 علشان نحسب فيلوسيتي جرافيتي المهم. ما علينا. then the height reach. طيب بالراحة، تعرف تجيب الفيلوسيتي في الأول بكام؟ يعني هو اتحدفت مرتين، مرة على كوكب الأرض ومرة على المون. تعرف في الأول تجيب الفيلوسيتي بكام لما اتحدفت على كوكب الأرض؟ هي طلعت 12 متر، يعني أنا معايا الهايت وعايز الفيلوسيتي. قانون بيقول جرافيتي في هايت بتساوي هاف الفيلوسيتي سكوير. الجرافيتي بتاعت الأرض ب 10، الهايت 12 متر، هاف الفيلوسيتي سكوير. اعملها على الآلة الحاسبة شيفت سولف، تطلع الفيلوسيتي 4 روت ال 15.
هو بقى اتحدف على المون وعايزين نعرف الارتفاع اللي هوصل له على المون. نفس الكلام، جرافيتي في هايت هاف الفيلوسيتي سكوير. ماشي، الجرافيتي بتاعت المون 1 على 6 تايمز الارث، يعني 1 على 6 تايمز 10، لان الجرافيتي بتاعت الارث ب 10. تطلع جرافيتي المون 5 على 3، يبقى جرافيتي المون 5 على 3. الهايت عايزينه بتساوي هاف الفيلوسيتي سكوير، هو قال لي نفس الفيلوسيتي، يعني هاف 4 روت 15 سكوير. ماشي، هاف 4 روت 15 سكوير، وبعدين ديفايدد 5 على 3 تطلع 72 متر بالظبط. In the opposite figure which of the following statement is correct؟ هل potential energy في point 1 is greater than 2؟ لا طبعا، 2 أعلى، يعني الهايت في 2 أعلى، يبقى البوتنشال انرجي في 2 أعلى، يبقى دي غلط. هل الكاينيتيك انرجي في 4 أكبر من 3؟ لأن وأنا بقع الفيلوسيتي بتزيد، فهنا الفيلوسيتي أعلى يبقى الكاينيتيك انرجي أعلى. In the opposite figure عندي ريليشن ما بين الكاينيتيك انرجي والتايم لبادي ليه ماس اسمه ام. هل السرعة ثابتة ولا بتتغير؟ طيب من الإجابة من الجراف، هي الكاينيتيك انرجي ثابتة ولا بتزيد؟ بتزيد، كاينيتيك انرجي بتزيد. طب ما هي الكاينيتيك انرجي دايركت مع الفيلوسيتي، فطالما الكاينيتيك انرجي بتزيد يبقى الفيلوسيتي بتزيد. يبقى هل السبيد يونيفورم ولا فاريبل؟ فاريبل وبتزيد.